الاربع سنين بتوع الكليه كانوا احلى 7 سنين في حياتي. الناس بتخاف تفشل. لو انت ما فشلتش مش هتعرف اصلا تعمل نجاح. جرب. يعني دايما انا ما بيجي لي حد بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه، دايما بيكون ردي عليه جرب. مليون الخطوات الانسان ما بدأهاش. ايه الفكره من اللي انت تخاف تبدا؟ الناس انواع. في ناس اللي هم المغامرون اللي هو اي حاجه يلا نعملها، يلا اطلع الجبل، يلا نط. اكتر خوف او اكتر حاجه كنت بخاف منها ان انا اطلع اتكلم قدام الناس. انت دربت حوالي كام شخص لحد النهارده؟ يعني مش اقل من 30-40 الف حد. انا لو هفضل طول عمري مستني ان انا الفرصه تجيلي على طبق من ذهب اللي هو خلاص انت يلا خش الفرصه، والله ما هتيجي. جمله عبقريه جدا انا بحبها بتاعت حزلقوم، مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف. خايف ان الاي اي ياخد مكاني، وده من الحاجات اللي الناس كلها النهارده بقت خايفه منها. طب انت بتعمل ايه عشان الاي اي ما ياخدش مكانك؟ لا ما اعرفش والله، انا خايف بس. يعني لو لازم اي حاجه فكر فيها الورقه والقلم، لو اي حاجه فكرت فيها مش هتعملها. صح يعني والله صح. مش معنى ده انت ما تخططش عشان بس يعني التخطيط كحلو، بس لو انت كل حاجه هتقعد تحسبها في الغالب احنا مش هنعمل اي حاجه. ما هي كده، يا هتفضل تنوحر معاها بقى ونخبط ونروح ونيجي وشويه نقع وشويه نقوم، يا ما اكل. مساء الخير، احنا النهارده موجودين في اول حلقه من هاشم بيقولك. الفكره من التوك بتاعت هاشم بيقولك ان احنا نبعد خالص عن الحاجات اللي فيها ترانزيشن كتير والافكتات الكتير وكده. لا، احنا بنقدم حاجه بسيطه خالص، بنتكلم مع ناس صحابنا، ناس اثروا فينا، ناس كانوا موجودين معانا في فعاليات وحاجات كتير جدا. حبيت ابدا اول حلقه عن حاجه انا اصلا كنت خايف منها، فكره ان انا ابدا. ما هو انا هبدا بودكاست، طب انا ايه خبرتي في التقديم او في الاذاعه او في التقديم او في الحاجه دي؟ يمكن عاديه، انا راجل اشتغلت في الاعلام، حبيت المجال ده، بس فكره ان انا اخش توك او ان انا اخش احاور شخص حاجه صعبه جدا. فالبدايه او الحلقه الاولى احنا ليه بنخاف نبدا؟ مساء الخير يا عمرو. مساء الخير يا هاشم، عامل ايه يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ احنا اخر مره تقابلنا من امتى؟ كتير جدا. كام سنه مثلا؟ تقريبا 4 سنين 3 سنين حاجه كده. اخر مره في فرحي تقريبا. في فرح. لا ما جيتش انت فرحي. ما جيتش ليش كده في الحلقه. عايز ابدا معاك كده كلام بشكل عام في الانسان بطبيعته بيقلق، مش بيقلق بدافع ان هو الموضوع صعب، بس دايما حاسس ان يمكن ما اوصلش، يمكن ما انجحش، يمكن الموضوع يبقى اكبر من طموحي او اكبر من الحاجه اللي انا اتعلمتها في حياتي، فبخاف. فبس انت مليون الخطوات الانسان ما بدأهاش. انت من وجهة نظرك كحد درب عدد مهول من الشباب، انا عايز اقول لكم ان ما شاء الله عمرو غنام هو اسم كبير. انا مش بقول كده عشان انت قاعد، والله بس ربنا واحد يعلم الغلاوه. يعني عمرو غنام اسم كبير قوي من الناس اللي يعني أثروا في الشباب بشكل عام، كتدريبات، كمحاضرات، كسفر في كل محافظة. فالفكرة كلها يعني انت شايف يا عمرو ايه الفكرة من اللي انت تخاف تبدأ؟ طيب خلينا لو احنا بنتكلم عن ان انا ابدا اصلا، الناس انواع. في ناس اللي هم المغامرون اللي هو اي حاجه يلا نعملها، يلا اطلع الجبل، يلا نط، يلا نجرب اكله جديده، يلا مش عارف نعمل ايه. في ناس بتبتدي تبقى الخطوه الثانيه لو حد يجرب الاول وبناء على تجربه حد، فممكن ان انا اتشجع شويه ان انا اجرب. هبدا معاك الموضوع يعني. في حد ثالث اللي هو خلاص بدا الموضوع والناس بدات تتعارف عليه فهجربه. في ناس بتبتدي ان هي بتتاخر شويه على ما تجرب، ان هو الناس كلها بقى معاها موبايل، فانا بقى معايا موبايل مثلا بعد ما الناس كلها بقى معاها تليفونات تاتش مثلا على سبيل المثال، او الاندرويد او الحاجات دي كلها. في ناس بقى اللي هو لا انا خليني زي ما انا همسك التليفون الارضي زي ما هو وهكمل معاه حياتي، انا مش عايز اي تغيير. دايما احنا كلنا بنخاف من فكره البدايه، ان انا اجرب حاجه جديده، ان انا اعمل حاجه جديده. وخليني اقول لك ان حاجه من الحاجات اللي اكتشفتها غريبه شويه ان الناس، في ناس يعني لو انت ما عندكش المعلومه او ما عندكش العلم او ما عندكش الحاجه دي، بيبقى عندك الجراءه اكتر ان انت تبدا. يعني لو انت ما درستش، لو انت مش اي حاجه، قلت لك يلا تعالى نعمل بودكاست، هتقول لي يلا بينا نبدا. حلو. على عكس الشخص اللي عنده شويه خبره او عنده معلومات بيخاف جدا من فكره ان انا هبدا، لان هو انا ليه كريدت. يعني انا راجل دلوقتي موجود، عملت، اثرت، اشتغلت مع ناس، رحت وجيت، فانا ما انا هبدا. انا يمكن مش مقبول للكاميرا، اصلا انت دي اصلا القعده قدامها يعني موضوع صعب. انت مره واحده، انت بدل ما انت كنت بتخاطب ناس كتير، جروب 5-6، انت بقيت بتخاطب ناس ممكن فيديو فايرال، انت مره واحده تلاقي نفسك ترند، تلاقي الناس كلها عارفاك. عشان كده في ناس كتير بتقرر ان هو لا، ما انا شايف ايه اللي جاي بعد كده، ما انا ممكن لما اطلع الناس ما تقبلنيش، في حد هيخش يتنمر عليا في الكومنت، في حد هيقول عليا حاجه، في حد هيعلق على حاجه،
حد هيقول لي اصلا انت مش عارف ايه. فكل ده، او ان انا ممكن اقول حاجه غلط، فالحاجه الغلط دي تاثر عليا بعد كده، فده بيخليني دايما خايف. ويمكن خليني يعني انا كنت زمان وانا اصغر في السن كده، اول ما بدات في مجال التصوير، الحاجات التدريبات وحاجات زي كده، انا فاكر في سنه واحده كنت مسجل 4-5 تدريبات. انا النهارده لما بيجي لي حد يقول لي تعالى نسجل، ياه، بقول اقعد افكر طب اسجل ولا ما اسجلش. يعني لسه قريب جدا نزل لي كورس على احد المنصات، وانا الكورس ده كنت مسجله زمان قوي من 3-4 سنين. فلما الكورس نزل انا اتخضيت، انا اتصلت بالمنصه قلت لهم استاذنكم شيلوا الفيديو ما ينفعش ينزل، من كتر ما انا مخايف، لان المعلومات اللي انا كنت بقولها فيه دي كانت حاجه من 4 سنين، فحصل عليها ابديت جديد، فانا يا نهار اسود، ده لو حد شافها وقال ايه اللي انت بتقوله. مشكله كبيره قوي بجد. فعشان كده احنا بنخاف دايما من فكره البدايه، فكره ان انا اجرب حاجه جديده. وبس مش ممكن تبقى الخوف ان انا خايف اروح الجيم، خايف ان انا اكل اكل صحي، خايف ان انا اتعلم حاجه جديده، خايف ان انا اذاكر. الخوف في كل حاجه احنا بنخاف، ودايما الخطوه الاولى هي اصعب خطوه، عشان الخطوه الاولى هي الخطوه اللي بناء عليها هتحرك بعد كده. لان لو انا خدت الخطوه الاولى ونجحت في ده هكمل. فانا بخاف ان انا ابدا دايت النهارده فانجح فيه، فابقى مجبر ان انا التزم بالدايت او الحاجه فتره طويله، فانا لازم بقى كل يوم اكل اكل صحي، لازم كل يوم انزل اتمشى، وانت لازم بتفكر لازم اصلا لازم لازم في كل الحاجات الوحشه اللي عدت عليك في الاكل وتجوع. يعني انا فاكر ان انا بدات دايت في شهر 1 السنه دي، واول ما بدات انا قلت، انا فاكر اول اسبوع انا كنت باكل خضار، وخضار في انواع معينه من الخضار اللي بتاكلها ومش مسلوق، وهو بس خضار بطبيعته. انا قعدت فتره انا بفكر ان انا اوقف الدايت، بس انا بقرر اكمل عشان ما ارجعش احس احساس اول اسبوع ان انا كنت باكل خضار بس. ده اللي هو انا يعني ده بس ده الحاجه الوحيده اللي بتخش لي في اليوم. بعد 4 شهور انا وصلت للتارجت بتاعي، يمكن كمان كنت اقل من التارجت اللي انا كنت عايز احطه. فهنا فكره ان انا لو انا كنت فضلت خايف، انا مثلا بفكر عايز اعمل دايت مثلا بقى اكتر من 3 سنين او 4 سنين، وعمري ما فكرت اخد الخطوه، بس لما خدتها لقيت ايه ده عادي. يعني حتى دلوقتي انا وقفت الدايت وبعد كده بدات جسمي يزيد تاني، بس قاعد من جوايا عارف ان انا ممكن في اي وقت هقرر ان انا هاخد قرار تاني، هرجع تاني وهلتزم بالاكل وهبتدي ان انا هنزل في الوزن بتاعي. والله هي الخوف من البدايه بالنسبه لي انا كهاشم بشكل عام مختلف شويه في فكره ان احنا لازم نبدا. ما انا هبدا امتى؟ ما انا لو اجلت النهارده وبعديها بكره وبعده العمر عمال يجري واحنا ما بنبداش. فانا عايز اسالك على حاجه، قول لي. انت سافرت قريب روسيا، سافرت. اول سفريه سافرتها ايه اكتر حاجه كنت خايف منها ولما رحت لقيتها عادي؟ انا التعامل، انا كنت مسافر عامل حسابي اللي انا معايا ما يقارب من 150 فرد، انا مسؤول فيهم عن حوالي 30 فرد اعلامي. ازاي الناس دي تطلع صح؟ انت ما بتسافر بتمثل بلدك في فعاليه او حاجه، يمكن انت سافرت رحت السعوديه ورحت كذا فعاليه من الفعاليات، انت اما بتطلع بره مصر بتبقى النظره عليك مختلفه، انت ما بتمثلش شخص، انت بتمثل 100 مليون. فكان الموضوع بالنسبه لي مختلف قوي في فكره ان انا ازاي ال100 مليون دول اما يشوفوا الوفد المصري اللي موجود في الفعاليه دي يكون شكله حلو. كان ضغط نفسي وعصبي. انا عايز اقول لك حاجه يمكن مفيش ناس كتير يعرفها، الفيستيفال كان 16 يوم، اول سفريه دي 10 ايام منهم انا قاعد في الفندق ما بنزلش، ما بعملش اي حاجه غير اللي انا قاعد بشتغل 10 ايام. يعني الناس بتنزل بتروح بتحضر فعاليات، انا ما بعملش اي حاجه، اللي انا التيم بتاعي بينزل انا بنزل اغطي كام فعاليه، نبعت للصحف، نعمل مش عارف ايه، وارجع الاوضه تاني. لحد ما جيت في الاخر لقيت ان اللهم لك الحمد احنا عاملين التارجت بتاعنا بزياده، عاملين ترندات البلد كلها اتكلمت عنها هناك. فبصيت ان الموضوع لا، انا كويس، انا عملت اللي اقدر عليه وطلع بشكل كويس، وقدرنا نمثل بلدنا بشكل كويس جدا، وده اثر عليه الحمد لله. انا قدرت بعديها اطلع 3 سفريات تانيين. وده يعني ده دايما بشوفه كمان. حتى انا في شغل انا بشتغل في مؤسسه دوليه دلوقتي حاليا. انا اول ما دخلت المؤسسه كان عندي خوف في فكره ان انا دي مؤسسه دوليه، فدايما بخش اجتماعات مع ناس من بره مصر، اغلب الاجتماعات بالانجلش، انا بخاف اتكلم بالانجلش قدام اي حد طبعا. فانا فاكر كويس جدا ان انا مديرتي الله يبارك لها في اول ميتنج قعدت معاها قالت لي عمرو ما تخافش، ايه اللي هيحصل مش عارف حاجه، قول بالعربي وانا هترجم لك. وفاكر ان هي كانت بتخش بس الميتنج عشان تسبورت معايا لو انا عطلت في حاجه. مع الوقت اكتشفت ان انا عادي بتعامل عادي كويس جدا بتكلم. يعني انا فاكر كان عندي سيمينار السنه اللي فاتت، فحد يعني اللي ماسك المشروع على مستوى العالم فقالت لي عمرو انا فاكره من 3 سنين لما انا كنت بتكلم معاك انت مش عارف تتكلم اي حاجه، انت النهارده بقيت عارف توصل
مش فاهم مش فاهم 100%، بس انت عارف النهارده توصل انت عايز ايه وانت فاهم اللي انا بقوله. صح. فعشان كده فكره ان لو احنا دايما هنفضل خايفين او هنفضل حابسين نفسنا جوه الخوف مش هنعمل حاجه، مش هناخد خطوات. انا طول عمري بخاف من فكره الناس وان انا اتعرف على ناس جديده يعني على الرغم ان انا مدرب وبقف في قاعات وحاجات كتير، ولكن فكره السؤال قبل ما نخش في حاجه، انت دربت حوالي كام شخص لحد النهارده؟ يعني اعتقد ما عملتش حصر، بس مثلا يعني حوالي يعني مش اقل من 30-40 الف حد. بكام ساعه تدريبيه؟ عشان بحب قوي يعني مثلا مينيمم كنت بدرب 1500 في السنه، فمثلا ممكن في 10 سنين او 10 سنين اكتر، يعني تقريبا انا بدات من 2011 او في مجال التدريب، فممكن مثلا بنتكلم في 15 ل 20 الف ساعه تدريبيه بين اونلاين وبين اوفلاين. فانا فاكر احلى اختيار لاول حلقه. فانا فاكر كويس جدا ان انا كان عندي جات لي سفريه مره زمان كده، كانت الاقصر واسوان، وكنت رايح وانا كانت اول مره في حياتي ان انا بسافر لوحدي. كنت المفروض حد من صحابنا مسافر معايا، وقبل القطر قرر ان هو ما يجيش. فكان قدامي حل من اتنين، يا اما امشي يا اما اطلع السفريه ديت. بطبيعتي بخوفي ان انا هتقابل ناس ما اعرفهاش، هتعامل مع ناس، فكان بنسبه 90% هروح. وحصل كذا موقف كمان كان بياكد ان هو لا ما تكملش. ساعتها خدت قرار ان هو لا انا هروح السفريه دي. اللي حصل ان انا سافرت السفريه دي، انا راجع من السفريه دي القطر بالكامل انا عارف كل الناس اللي فيه، في 300 بني ادم انا عارفهم وعارفيني بقى، والناس بقت بتكلمني بقى، في منهم بقى صحابي، بقى في ناس لحد دلوقتي على تواصل. فكره ان لو انا كنت فضلت خايف اعتقد ما كنتش هطلع الرحله دي، ما كنتش هعمل اي حاجه ممكن تكون بتبسطني. ده بقى يرجعنا لسؤال مهم قوي، فكره الجاهزيه. هل انت مع وجهة النظر اللي هو في ناس كتيرة وانا اعرفها بشكل شخصي يقول لك انا مش هبدأ الموضوع ده الا لما اكون 100% جاهز، خلاص انا شايف ان انا مستعد للحاجة دي فهبدأها؟ بس من وجهة نظر انا هو بيضيع على نفسه فرص كتير قوي. هو انت عشان تستنى توصل للكمال، هو مفيش حد يوصل للكمال، هو الكمال ده شيء يعني لله فقط. فانت ايه وجهة نظرك في حاجة زي دي؟ يعني دايما بيجيلي بحكم ان انا بدرب رواد اعمال واصحاب مشروعات، دايما بيجولي اصحاب مشروعات لا انا لازم ابقى جاهز وابقى عندي كل حاجه تمام وابقى انا مكسر الدنيا وابقى انا موجود بشكل كويس جدا عشان ابدا المشروع بتاعي. ودايما انا بيكون ردي عليهم ان عمرك ما هتبقى جاهز 100%. اما ابدا النهارده وانا 50% جاهزيه 30% جاهزيه واقعد اتعلم فهطور من نفسي، فبعد سنه من النهارده هكون شكلي ايه. ولو انا استنيت بعد سنه ان انا اكون وصلت ل 100% ومش هوصل لها، هكون شكلي ايه؟ النهارده هيبقى عندي خبرات، لو انا نزلت جربت هبقى اتعلمت، هبقى السوق علم معايا او علمني حاجات، على عكس بعد سنه اكون جاهز 100% فلاقي نفسي لسه نازل بستكشف السوق من اول وجديد، وجزء كبير من اللي عندي اصلا ما بقاش مناسب للسوق النهارده. بالظبط. فكره ان انا هبقى جاهز، عمرنا ما هنبقى جاهزين والله ابدا، عمر ما هيبقى في وقت مناسب. والله ابدا. انا بحب قوي فكره اللي انت يعني عارف انت زمان اللي هو كان بيقول لك عشان تعلموا السباحه ارميه في البحر يعني، بس ده هيغرق، ده حوار تاني. لا بجد والله، اصل هي ده حال الدنيا بجد. انا لو هفضل طول عمري مستني ان انا الفرصه تجيلي على طبق من ذهب اللي هو خلاص انت يلا خش الفرصه، والله ما هتيجي، ما جاتش. ما هي احنا حياتنا كلها، انا اسف، فكر كده في كل مواقف. احنا كام سنه تطوع؟ كم انت مواقف؟ مثلا كام سنه تطوع؟ تهيالي انا كنت لسه طلبه من 2010 اعتقد، او في اتحاد الطلبه بالانشطه الطلابيه من 2010 اعتقد يعني. احنا بنتكلم مثلا في يعني انا كهاشم انا قعدت حوالي 8 أو 9 سنين بتطوع في حياتي وبروح وباجي. الفرص ما جاتش الا من الحركه. ما انت لو فضلت قاعد مش هتيجي فرصه. عمر الفرص ما هتيجي طول ما انت مستني الفرصه، وفي الغالب الفرص اللي هي بتبقى انت مستني تبقى جاهزه انت بتبقاش جاهز. انت بتبقاش جاهز. ايوه والله. يعني انا فاكر زمان جالي مره ان انا اشتغل في احد المؤسسات، وكان عندي حد وعندي علاقه كويسه جدا بيه، والحد ده قال لي هتخش دايركت مش هتعمل اي حاجه، بس كان عندي مشكله ان انا ما كنتش جاهز في الوقت ده. فدايما فكره ان انا هبقى الوقت اللي انا مستني ان انا ابقى جاهز فيه مش هيجي، ومش عمري ما هبقى جاهز. لان دايما طول ما احنا ماشيين احنا بنتطور، احنا بيحصل كل حاجه حوالينا بتتطور. فالنهارده انا جاهز، انا من النهارده شايف نفسي مدرب شاطر جدا و100%، ما طلع ابديت بعد الحاجات اللي عندي ما بقتش جاهز بالظبط. فالنهارده فكره ان انا هستنى الوقت اللي ابقى جاهز فيه مش هيجي. فكر في اي حاجه، فكر في شغل، فكر في جواز، فكر في تعليم، فكر في سفريه، فكر في اي حاجه. فكره ان انا هفضل استنى الجاهزيه مش هتحصل. لا. طيب يعني خلينا اسالك سؤال تاني. لو حد جالك دلوقتي حالا واحنا قاعدين بنتكلم كده مثلا من شباب، انا يشرفني اللي احنا بنسجل من استوديوهات حلوان بلس. حلوان بلس ده
فريق شبابي اتكون في جامعه حلوان الاهليه. بشكر انا بشكل شخصي انا ومجموعه زمايلي. دكتور سيد اندير رئيس الجامعه هو وفر لينا وساعدنا كتير اللي احنا نكون موجودين في الشكل اللي احنا موجودين فيه النهارده ده، واحنا نقدر نستقبل ضيوف. حد جالنا من الطلبه دلوقتي وقال لك انا مش عارف ابدا ازاي، نصيحتك ليه كحد ممارس للمهنه لمهن لا تنتهي وقابلتهم في حياتك وتعاملت مع ناس انت بتدرب، فانت قابلت كل فئات المجتمع من الكرة لحد الناس اللي هم موجودين في الاماكن زي ما بنقول عليها ايه الاماكن الاستراتيجيه في الدوله. فوجهه نظرك ايه لحد بيقول لك انا عايز ابدا؟ جرب. يعني دايما انا ما بيجي لي حد بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف انا بحب ايه وما بحبش ايه، دايما بيكون ردي عليه جرب. ايه اللي هيحصل؟ ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ ان انت جربت حاجه تكتشف انت ما بتعرفش فيها. انما فكره ان انا مش هجرب فانا مش هعرف. انا يعني كان في جمله عبقريه جدا انا بحبها بتاعت حزلقوم، مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف. ودي هي تبان سخريه ولكن هي واقعيه جدا في الحياه. الحياه طول ما انت بتجرب ممكن تكتشف ان انت بتعرف. يعني انا نفسي ان انا ابقى ماركتير، طب ما تجرب ايه اللي هيحصل. عايز ابقى مسوق، عايز ابقى بعمل ريلز، بعمل فيديوهات، جرب ايه اللي هيحصل. عملت فيديو، الفيديو ما جابش، ايه اللي حصل. في الاخر خالص طول ما احنا بنجرب، طول ما احنا عندنا فرصه ان احنا نعرف احنا بنعرف نعمل ده ولا لا. ممكن تجرب حاجه وتنجح فيها وما تحبهاش، ودي حصلت كتير جدا. ان حد يجرب يعمل حاجه وبعد ما يعملها يكتشف ان هو اتبسط جدا ان هو عملها، او يكتشف ان هو ما اتبسطش. فانا جربتها، فانا هنا بيبقى جوايا احساس ان هو خلاص انا جربتها وعرفت ان انا بعرف فيها، بس لا مش دي اللي انا بحبها. فكره طول ما انت ما جربش هتفضل جواك دايما الاحساس مش عارف. كان في فيلم زمان كده، فيلم زمان كده لإسماعيل ياسين، كان هو راجل طول الفيلم كان هو بيقول جملة واحدة بس، لو كنت لقيت الوصل او كنت اخدت الوصل. هو فضل طول حياته على امل ان هو يلاقي الوصل، ولا عاش حياته ولا عمل اي حاجة. انا كهاشم في حياتي بجد العملية يعني باخد الموضوع في نطاق مختلف تماما. هو ايه؟ انا لازم اجرب في اي حاجة بجد. انا فاكر بعد الثانوية عامة كان عندي يعني مشكله كبيره قوي، انا ما دخلتش الكليه اللي كان نفسي فيها. اللهم لك الحمد، يمكن عدلت كل اللي كان كليه نفسي فيها واشتغلت في كل مجال كان نفسي اروح له، بس انا ما دخلتش اللي كان نفسي اخش. فكان قدامي مليون طريق، والله العظيم جربت المليون طريق عشان انا ما يجيش يوم وابقى قاعد واشوف حد اقول يا ريتني كنت رحت، يا ريتني كنت رحت اختبارات شرطه، يا ريتني كنت رحت تربيه رياضيه، يا ريتني. جربت كل حاجه لحد ما طريقي وداني الطريق لحد ما الحمد لله بقينا موجودين هنا اهو. فهي جرب زي ما انت بتقول يعني. بس عايز اوصل معاك لنقطه برضه، الناس بتخاف تفشل، يعني هم عندهم مشكله كبيره قوي 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 مع الفشل. فانت وجهة نظرك ايه في موضوع ان هو حاسس دايما ان هو هيفشل ده؟ والله ما نفشل، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ ادينا خدنا نزلنا وتمشينا وجربنا، ايه اللي حصل؟ والله الفشل ده امر وارد قوي، هو جزء من عمليتك او جزء من رحلتك. لو انت ما فشلتش مش هتعرف اصلا تعمل نجاح. يعني انا طول حياتي بعمل كل حاجه حلوه قوي، فانا هعرف منين ان ده حاجه انا اتبسطت فيها او ما اتبسطتش؟ فبقت خلاص بقت روتين. عشان كده هو الفشل جزء من حياتنا. احنا يمكن دايما انا بقول الموضوع دوت، والناس حتى كتير تقول لي ما تقولش الموضوع ده. انا دايما بقولها، يعني ال4 سنين بتوع الكليه كانوا احلى 7 سنين في حياتي. انا جربت كل حاجه فيهم. انا كنت رئيس اتحاد طلبه، قعدت 4 سنين او 5 سنين رئيس اتحاد طلبه. كان عندي نتوركينج كويسه. فكره ان احنا طول ما احنا بنفشل طول ما احنا موجودين، احنا بشر. ايوه بالظبط. لو انا كنت اسالك سؤال، اللي انا شايف ان طول ما احنا بنفشل ده دليل على النجاح اصلا. فانت ايه رايك؟ احنا بشر، احنا لازم نفشل. يعني لازم نفشل لو والله. احنا ما فشلناش. يعني كان في زمان كان دكتور ابراهيم فيه الله يرحمه كان ليه جمله كده يقول لك ان لما تيجي تقع على ظهرك عشان تقوم اسرع، مش تبقى شايف السماء قدامك فتقوم اسرع. بالظبط. فكره ان الطبيعي ان احنا هنقع، يعني فكره ان انا هبقى طول حياتي خايف ان انا افشل. يمكن اول مره في حياتي سقطت في الكليه. انا عمري انا طول عمري طالب شاطر، وطول عمري طالب مجتهد، وطول عمري بذاكر، وطول عمري ملتزم من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. عمري ما كنت طالب صايع ولا اي حاجه من الحاجات دي. اول سنه سقطت فيها وكانت حاجات خارجه عن ارادتي، ولكن سقطت في الاخر خالص. فاول حسيت عادي، ايه اللي حصل؟ يعني ما حصلش حاجه. في السنه دي انا قررت ان السنه دي اللي انا فشلت فيها ان انا لازم اعادل السنه دي بخبره، عشان لما اتخرج يبقى عندي مبرر ان انا اتعلمت مهاره جديده. وفعلا بدات السنه دي ان انا اشتغل في مجالات مختلفه. بدات ان انا انظم ايفنتات، بدات ان انا ابتدي اعمل حاجات ليها علاقه استثمر في نفسي بقى، استثمر في نفسي، احضر كورسات. فهنا بعد ما اتخرجت انا فاكر كويس جدا ان انا اشتغلت في مكان معين، وممكن المكان ده يمكن ما كنتش باخد منه فلوس قد ما كنت باخد منه خبره. بس اول مره اطلع بره المكان دوت واشتغل سيلز، انا فاكر ان انا في اقل من شهرين كنت مدير فرع.
على ناس بقى لها 5 و6 سنين. فاكتشفت ان كل اللي انا كنت عمال بعمله كنت شايف ان انا بضيع وقتي فيه، هو باين عليا، باين على شخصيتي، باين على طريقتي، باين على اتيتيودي. ففكره ان انا فشلت عادي، انا هنفشل، وبقيت عندي تقبل النهارده ان انا عادي هفشل مره واثنين وثلاثه واربعه، وعادي ان انا هقع وهقوم وهقع وهقوم، وده عادي. انا عندي مقوله بحبها قوي في حياتي بجد، قلتها في كذا انترفيو وقلتها بره مصر وقلتها جوه مصر. انا سمعتها في حاجه بس بحبها قوي، اللي هي بتاعت ايه، تعيش مقاتل تكسب حبه وتخسر حبه، تعيش شكاية. الحياه ما بتديش اختيارين، ما هي كده، يا هتفضل تنوحر معاها بقى ونخبط ونروح ونيجي وشويه نقع وشويه نقوم، يا مركن اركب يعني بقى وسيب غيرك ينوحر، فاهم؟ جزء كبير مننا ما عندوش اصلا رفاهيه ان حد، ان بابا او ماما هيبتدي يوديه في حته. والله فاحنا بالبلدي كده احنا بنجربها بدراعنا، فانت بتجرب عشان تشوف انت تعرف تعمل ايه في الحياه. كان في يعني رباعيه من رباعيات صراحه شاهينه بحبها قوي، فهو بيقول لك ان يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياه راح تمر، انا دقت من ده ومن ده عجب، لقيت الصبر مر واليأس امر. بس فكده كده هو انت اللي عندك الاختيار، يا اما تجرب وتفشل وتجرب وتفشل وتجرب وتفشل لحد ما تلاقي حاجه انت كويس فيها، يا اما خلاص بقى خلينا خايفين نجرب كل حاجه، خلينا خايفين نروح الجيم، خلينا خايفين ناكل اكل صحي، خليني خايف ان انا اتكلم لغات، خليني خايف اتعلم مهاره جديده، خليني خايف ان انا اعمل حاجه جديده، خايف ان الاي اي ياخد مكاني، وده من الحاجات اللي الناس كلها النهارده بقت خايفه منها. طب انت بتعمل ايه عشان الاي اي ما ياخدش مكانك؟ لا ما اعرفش والله، انا خايف بس. الفكره اللي هو برضو يعني هو مش قادرين يفهموا ان هو الاي اي كاي اي هو وسيله يا جماعه، هو حاجه لو بتساعدك انت رميت مخك للاي اي انت بقيتش موجود، انت انتهيت. انما انت مخك موجود مع الاي اي تعمل حاجه احسن. حصل. فدايما فكره ان انا خايف، احنا طول ما احنا عايشين هنفضل خايفين. يعني احب اقول لك انا شخصيا عندي مثلا في الاي اي ده عندي مثلا 6-7 موديل باسم هاشم، هم كاركتري في كل المجالات اللي انا بحب اتعامل بيها في حياتي. انا مثلا بخش له الصبح عندنا 1 2 3 عايزين نجهز واحد، انا اللي بقول له يعمل ايه، مش هو اللي يعني مش هو اللي بيستخدمني. يعني كتير جدا بتشوف النهارده بقت الناس عايزه، كلنا عايزين نبقى مشهورين، وكلنا عايزين نبقى كمان جزء الهوس بتاع البيرسونال براندنج، ان كلنا عايزين نبقى شاطرين مشهورين، وكلنا عايزين كذا. فبدا انا بطلب من الاي اي ان هو يعمل لي بوست، يكتب لي كلام، يعمل لي كل حاجه، وفي الاخر خالص انا شخصيتي مش موجوده، ما بقتش يعني موجود. هتيجي في مثلا في توك او في انترفيو او في حاجه تبدا تتكلم انت ابيض. وده كتير جدا بيحصل. انت بتشوف ناس، حلوه قوي على السوشيال ميديا، بتشوفهم يا مبهر بيهم او مبهور بيهم، ايه دول؟ تيجي تقعد تشوف الراجل وهو بيتكلم، صباح الفل، احنا اللي جابنا هنا مين ده؟ مين انت بقى؟ فبقت بتشوف ناس النهارده اشباه او اشباح ما بقوش موجودين على الارض، مش قادر تتعلم منهم حاجه، مش قادر تشوفهم حاجه. فانت بتشوف قصص نجاح كتيره قوي، بس على ارض الواقع ناس فاضيه من جوه. فهنا فكره الاي اي هو بيسبورت معايا، بس مش انا الاي اي هو اللي بيتكلم بلساني، هو اللي بيعمل، هو اللي بيقول. طيب قول لي بصراحه، يعني موقف او قرار في حياتك انت كنت خايف تاخده جدا، يعني انت الموقف ده يعني زي ما احنا هو محور الحلقه، انت مثلا كنت في حياتك خفت من حاجه، بس احنا بطبيعتنا يمكن عارف شخصيتك قوي، يعني انا متاكد انت خدت القرار ده. خليني اقول لك، انا طبعا حكيت كذا حاجه، ولكن اكتر خوف او اكتر حاجه كنت بخاف منها ان انا اطلع اتكلم قدام الناس اصلا. انا خدت برنامج اعداد مدربين في 2011 او في 2011 او 2012، وقعدت اكتر من 4 سنين خايف ان انا اطلع ادرب ناس، وكل المحاولات ان انا اطلع ادرب كانت بتفشل، وانا اقول لهم لا ومش هطلع، وطب يا ابني حاول جرب، لا، ولحد ما الظروف اضطرتني ان انا اقرر او ان انا اطلع ادرب. وفاكر ان اول تدريب ليا كان يعني تدريب ما اتمنوش لألد اعدائي. التدريب ده كنت انا بديه في بنها في احد عندك اصلا في يعني مش في جامعتي، كان في مكان بره، وتدريب كان مع احد الاحزاب يعني. فقررت ان انا هطلع ادرب، يعني هما كانوا عايزيني ادي السيشن دي مدتها 2 ساعتين. بعد ربع ساعه الناس بدات تمشي، في لدرجه ان انا فاكر ان بعد 25 دقيقه 30 دقيقه كان اخر حد قايم عشان يقوم يتحرك، فقلت له والله العظيم انا خلصت، اقسم بالله ما تمشي، شكرا جدا ليك ان انت قعدت سمعتني والسلام عليكم. فكره ان انا طول عمري ده كان اعتقد 2015 بتهيألي 2016 حاجه كده. طب انا هنخرج بره السياق خالص بقى، كان شعورك ايه في اللحظه دي؟ ساعتها انا قعدت مع نفسي وبدات احلل انا ايه الحاجات اللي انا عملتها حلو وايه الحاجات اللي انا ما عملتهاش وحش او عملتها وحش. اكتشفت ان اول حاجه ان انا كنت بقول كلام انا مش مقتنع بيه.
انا فأنت مش حافظ قادر كلمتين تطلعه اصلا يعني. انا حافظ كلمتين أيوة. طالع بقولهم اللي هو ارفع ايدك انت قوي انت مش عارف ايه انت جامد انت تقدر. فانا كعمرو مش مقتنع بالكلام دوت ان هو هيأثر في حاجه في الناس ولا متوقع ولا مقتنع بالكلام اللي انا بقوله. فده اول حاجه بدات اشوف ايه الاخطاء اللي انا عملتها. وهنا لما بدات ان انا اجرب او بدات احس طب ما اجرب تاني. السيشن اللي بعدها كنت بدرب في الفيوم كان 500 شخص. فضل ربنا في حد اتحرك من مكانه على مدار سيشن 3 ساعات او 4 ساعات. ان هي اصلا احنا اصلا انا بحضر سيشنات كتير، فانا بالنسبه لي السيشن اللي بتعدي ساعه دي بتبقى سيشن علقه. الا بقى لو فعلا الشخص اللي بيدي السيشن دي هو يستاهل ان انا اقعد له. انا بتقعد اصلا بتكتب بالظبط. وهو بقى الاكتيفيتي والحاجات اللي بيقعد يعملها في وسط الورشه، فدي اللي بتخليك قادر تفضل موجود معايا خليني مستوعبه اقول على لك الاقل. ان النهارده انا بقى رقم حاجه اول حاجه بالنسبه لي اكتر حاجه بحبها هي التدريب. اكتر حاجه بحس ان انا موهوب فيها. اكتر حاجه بحس ان انا بدي فيها ايفورت. اكتر حاجه حتى لو انا تعبان يعني انت في ناس بتشوفني قبل التدريب مثلا ببقى شكلي تعبان جدا ومرهق جدا واللي هو عمرو انت قادر متاكد انك هتقدر تخش تدرب. انا بخش اتشقلب في القاعه وتلاقيني انت عمال بتفوق وعندي هناك. باور مره أيوة. واحده وعندي حاجات. فده اكتر حاجه كنت انا خايف منها والنهارده هو ده شغلي او ده الحاجه اللي انا ماشي فيها او ده الكارير اللي انا ماشي فيه والحمد لله بقى عندي اسم في الكارير ما شاء دوت الله، او ده الحاجه دي. حقيقة، ده حقيقة. ففكره ان في حاجات كتير جدا احنا بنخاف منها لو احنا ما عملناهاش ممكن ما نوصلش للنهايه كويسه. يعني انا عايز اقول لك مثلا يعني على شخصيتي انا عندي في البيت بيتجننوا مني جدا في النقطه دي. يقولوا لي انت تنزل الشغل بتطير ترجع البيت تمرض. ما بقدرش. يعني انا اتعلمت في حياتي، يمكن كان ليكم انتوا كزمايلي او اخواتي الكبار الجيل اللي اكبر مني، علمتوني فكره ان احنا هو فول تايم. انت بقى مش فول تايم اللي هو 8 ساعات، لا انت فول تايم بجد. انت ممكن يتطلب منك تاسك. دي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت مجنناهم مني مثلا في اخر سفريه هناك في البلد اللي كنت موجود فيها دي. هم عندهم نظام شويه. هم بيعملوا ايه؟ هو يقول لك انا الايفنت للايفنت والنوم للنوم والشغل للشغل، كل حاجه ليها وقتها. احنا ما بنعرفش نعمل كده. انا هتكلم انا عن هاشم كشخص، انا ما بعرفش اعمل كده. فاحنا كان مطلوب مننا نحلل جزء اعلامي لجامعه بشكل كامل. فاحنا طول الايفنت بنتقتل، نخرج من ورشه نروح ورشه، نخرج من ورشه نروح ورشه. فانت الوقت اللي انت المفروض ترتاح فيه انا ما برتاحش. والشباب بقى هناك بيعملوا ايه؟ هناك طول اليوم شغالين، الساعه تيجي علينا 7 بنرجع الفندق نرتاح، وينزلوا اللي بيخرج اللي بيروح يشتري حاجات وبتاع. يكلموني يلا، اقول لهم لا ما بنزلش. طب يا ابني خلاص، اقول لهم لا. يرجعوا هم من سهرهم وخروجاتهم والكلام ده كله الساعه مثلا 2 3 الفجر، يقولوني والله اتصلوا بيا كول انت بتعمل ايه؟ اقول لهم بقفل الفايل. لدرجه ان انا من كتر ما هم، بس دي الحاجات اللي بتخلي ربنا يكرمك بعدين، دي وجهه نظري يعني. هي دي عامله شبه ان انت طالع رحله فانت مركز في الطريق ما بتبصش على حوالين خالص الطريق والله. ما بتستمتعش خالص. بالرحله. انت انا أحب عايز أقول لك، اوصل. انا سافرت 4 مرات، انا ما افتكرش ان انا استمتعت ولا مره في ال4 مرات. انا كنت واخد الموضوع على نفسيتي اكتر، اللي انا لازم اطلع من حاجه، دي فرصه. يعني اخر مؤتمر انا طلعته ده هو كان فرصه بالنسبه لي. انا عندي مساحه كبيره واقدر اثبت فيها نفسي. وانا كنت وقتها كنت بمر بحاجات صعبه جدا كانت مؤثره في نفسيتي. انا بقول الكلام ده عادي جدا، مؤثره في نفسيتي جدا يا عمرو. اللي هو انا مالي؟ طب لا انا كويس، انا بعرف اعمل، بعرف اسوي. فانت كنت محتاج الموقف اللي يجي ياكد لك ان انت لا، انت اللهم لك الحمد، انت كويس، انت اتعلمت صح، انت اشتغلت صح، انت تربيتك والاصل اللي موجود عندك هو ده اللي هينفعك بعدين. وده اللي ظهر هناك. بقوا يكلموني الفجر، كمل لك الحكايه يعني. يكلموني الفجر يلاقوني قاعد شغال، ينزلوا 7 الصبح يلاقوني اول واحد في الباص. لدرجه ان هم من كتر ما هم كانوا مبسوطين قوي باللي بعمله. في جايزه كبيره احنا خدناها، زي لوحه كبيره كده، انت عارف اللي بيبقى زي الشيك والحاجات دي. ماضوا كلهم عليها، قالوا لي خد دي بتاعتك، انت تستاهلها، امشي يعني، ارجع بلدك بيها، تستاهلها، مجهودك. انت اكتر واحد فينا تعبت. انا عملت ريسيرش عن جامعه من اكبر واعرق الجامعات هناك، طلعنا فيهم حاجات يعني هم مستغربوا اللي احنا طلعنا فيهم الداتا دي. ف ما هي الموضوع يعني. انا كنت ممكن اقول ايه 10 ايام خربانه اطلع اروق مخي، اعمل اسوي اظبط اموري وامشي. والله العظيم بكلمك بجد، 4 سفرات انا سافرتهم هناك، مثلت بلدي 4 مرات. اخر مره دي كنت لوحدي، يعني اكتر مره انا ممكن اعمل فيها كل حاجه انا نفسي فيها. ما بقدرش الحاجه طبعا، ربنا قبل كل حاجه. بس انت بجد بتقعد تبص الموضوع هي فرصه وجات لك. ما دي بقى النقطه بتاعت اللي هي ايه. وكمان في حاجه من الحاجات ان احنا احيانا في بعض الناس بتخاف ان هي تسيب الفرص. يعني انت بيجي لك فرص وبتضغط نفسك وبتتعب نفسك عشان فكره انت خايف ان الفرصه تضيع منك. هتضيع. ودي حتى احيانا كنت بتحصل لي انا على المستوى الشخصي، ان يبقى عندي جدولي بيبقى مضغوط جدا واخد شغل تاني عشان انا خايف ان انا اقول للمكان ده لا او انا مش فاضي فاخسره بعدين.
ففكره ان انت احيانا ده خوف، نوع من انواع الخوف، بس بقى مش خوف من البدايه، ده خوف ان انت بتاخد مجهود زياده عشان انت خايف تقول لا. فكره الخوف، او احنا كمان واحنا صغيرين ما تربناش على لا، احنا تربينا على اللي هو مش عارف اوعى تقول لا، لو قلت لا هتتضرب. فاحيانا كتير جدا مننا اتربى اصلا على فكره ان هي الصح. ففكره احنا بيبقى عندنا خوف ان انت تقول لا، طب ايه العواقب بعد ما اقول لا؟ فده دايما بيخلينا ان احنا دايما خايفين نقول لا، خايفين ان احنا نجرب حاجه جديده، خايفين حاجات كتير قوي. انت شايف الاهل ليهم دور في ملف زي ده؟ الاهل ليهم دور، التربيه ليها دور، الجامعه ليها دور، المدرسه ليها دور، الاعلام ليه دور. كل ده بيأثر فينا بشكل مباشر او غير مباشر. يعني في البدايه بشكل عام اللي انت تبدا اي حاجه، كل حاجه انت النهارده لما بتيجي مثلا الاعلام ظاهر لك شغلانه معينه او حاجه معينه بشكل معين، فالنهارده انت هتبقى خايف تاخد القرار ان انت تعمل الشغلانه دي عشان انت عندك من الخبره او من الهيستوري او من الذكريات عن الشغلانه دي اللي يخليك خايف ان انت تعمل ده. النهارده عندنا في وظائف بقت موسومه بالعار بسبب حاجات مختلفه، زي اعلام، زي العيله، زي البيت، زي حاجات كتير جدا. ففكره النهارده ان انت بتخاف تجرب حاجات عشان خاطر خايف من رد الفعل. عارف انت في حاجه كده مضحكه، يقول لك ايه، يقول لك اعمل اللي انت عايزه بره بس لازم ترجع قبل الساعه 11 عشان البواب ما يقولش عليك حاجه. فهنا فكره ان احنا بقينا خايفين من الناس هتشوفنا ازاي او الناس هتقول علينا ايه اكتر. يا جماعه هو ربنا اللي بنتعامله، احنا مش بنعامل بشر، مش عامل البشر والله. يعني هو اللي شاف الحلقه اتبسط، حس ان هو استفاد حاجه، اهلا وسهلا، حس ان هو استفاد حاجه وكتب كومنت سلبي الله يسامحك، تمام يعني. ففكرة ان انت احنا خايفين من حد تاني هو اللي يشوفني فيقول عليا ايه. خايف النهاردة ان انا البس اللبس ده فحد يقول لي ايه اللي انت لابسه ده. فكرة الخوف من حاجات كتير قوي، احنا اتربينا على اجزاء كتير جدا من جوانا الخوف. انت النهاردة لما بيجي حد وبدأ يبقى فيه كمان حاجة البلطجة، يعني انت النهاردة خايف ان انت وانت ماشي في شارعك في بيتك ان يحصل حاجة. يعني انا لسه اخويا ماشي في الشارع الطريق مقفول، فبيقولوا يا جماعه الطريق وما ينفعش كده وبتاع، فبقى هو بيتزعق له، بقى هو الغلطان، اتضرب، اتعور، حد فتح رقبته. وفي الاخر خلاص لما بتيجي تتكلم احنا ولا عيله ليها في المشاكل ولا عندنا اي حاجه من الحاجات دي كلها، فلما بتيجي تتكلم حد تقول له يا جماعه ده حصل كذا، يقول لك ما اخوك اللي غلطان، ما لفش من الشارع اللي ورا ليه لف. يعني بقى الطبيعي ان هو بيتي 50 متر اروح الف من شارع ورا عشان خاطر ان انا ده. فده شكل من اشكال الخوف، وده الناس كلها بقت بتساهم فيه او بتشارك فيه. فجزء مهم قوي هي فكره ان احنا كلنا بشكل او باخر عندنا مخاوف كتير. فكره ان احنا محتاجين نقاوم المخاوف اللي عندنا. ايه اسوأ حاجه هتحصل لك؟ ايه الحاجه اللي لو فشلت هيحصل؟ ايه من وجهة نظرك كده، شايف ان انت لو كنت بدأت بدري شوية كنت هتبقى احسن، ولا انت شايف ان انت الوقت ده كان المناسب ليك؟ والله الموضوع ده فيه خلاف. يمكن انا بدات وانا صغير قوي، يعني انا بدات شغل اصلا وانا لسه في اعدادي، كنت بنزل اجازه الصيف اشتغل حاجات زي كده. ولو انا بتكلم على مجال التدريب، انا بدات وانا صغير برضو، وانا كنت تقريبا في اولى جامعه. ولكن لو احنا اعتقد في حاجات لو انا كنت بداتها بدري كانت النهارده فرقت بشكل كبير جدا في خطواتي في حياتي في حاجات كتير. فالنهارده لو انا بدات بدري في حاجات كنت كانت النهارده كانت فرقت معايا جدا مثلا. زي الجيم، زي ان انا كنت اهتم بصحتي شويه. فالنهارده بقى عندي مشاكل في ظهري عشان خاطر انا الفقرات عندي ضعيفه، ما ركزتش قوي ففي حاجات حتى على مستوى الكارير، لو انت بدات حاجات معينه او شغل معين او كنت اشتغلت على الانجليش بتاعي وانا اصغر شويه، كانت في حاجات كتير كده كانت فرقت معايا النهارده. اكيد كان في حاجات، بس انا بشوف ان هو سبحان الله كل حاجه بتيجي في وقتها المناسب. يمكن لو انا كنت بدات صغير شويه ممكن ما كنتش وصلت لاي حاجه غير برضو في نفس السن اللي انا فيه. فبحس ان هي تدابير من ربنا، بس هو احنا بنسعى بس او بنحاول على قد ما نقدر نعمل كل المجهود بتاعنا. موضوع مثير في فكره ان انت لازم تبدا. والله يعني انت دايما هتلاقي محور النقاش كله داير ناحيه ان انت لازم تبدا. اصل انت لو قعدت زي ما احنا اتكلمنا من شويه مثلا تحسب لها وتفكر وتقول طب انا هبدا ازاي، طب انا هعمل ايه، بص هو يعني توكل. انا ده وجهه نظري دايما في الملف ده. حتى لما يجي لي مثلا حد من الشباب اصل الموضوع صعب جدا، اصل هنعمل ايه، ننفذه ازاي، اقول له بس خلينا يعني مش نحسبه، بس نحط الهيدلاين بتاعه صح، التفاصيل اللي هنمشي عليها ونبدا. والحمد لله دايما ربنا بيكرمنا عشان احنا ايه، ناوينا البدايه. فاهم قصدي؟ انا بحس دايما طول ما انت عايز تعمل حاجه هي هتلاقي ربنا بيسرها. حتى ده دايما بقوله مثال حاجه زي الجواز. كتير جدا من الناس لما بتيجي تتجوز وهو ممكن ميبقاش عنده حاجه او جاهز او حاجه،
بس هو اول ما بياخد القرار فربنا سبحان الله بتيسر سبحانه جداً. بيتيسر وتلاقي انا اعرف الدنيا. ناس صحابي والله كانوا يحكوا لي مثلا موقف، يعني انا لو مثلا عملنا حلقه في موضوع الحاجات اللي بتحصل معاك في مشوار الجواز دي، يعني الموضوع مرعب جدا بجد. فتلاقي تيسير وفلوس جات لك وسبحان الله، وتلاقي حاجه سعرها نزل في وقت انت بتشتري وحاجات زي كده. يعني انا فاكر ان انا وانا بجيب الذهب كان ساعتها عالي، وسبحان الله الفتره اللي انا قررت انزل فيها الذهب نزل تقريبا 20% او 30% من فلوسه. ففكره ان انت هنا هو سبحان الله دي حاجات انت مش بتاعتك انت، بس عليك ربنا طلب مننا السعي، ما طلبش مننا اي نتائج، ما طلبش مننا ان احنا نحقق حاجه، هو قال لك اسعى بس. وفكره السعي انت ربنا بيجازيك على قد السعي بتاعك، ودي دايما حاجه بقولها للناس، اسعى جرب، ما تقفش، خليك دايما انت مش مستني نتيجه، انت بتسعى وبتعمل كل اللي تقدر تعمله او كل المجهود اللي انت بتعمله، وفي الاخر خالص دي بتاعت ربنا. ربنا ما بيسيبش حد او ما بيسيبش مجهود بيضيع هباء. اي حاجه انت بتعملها بتفرق معاك، ممكن ما تاخدش فلوسها دلوقتي او ما تاخدش حاجتها دلوقتي، بس ممكن بعد سنه بعد 2 بعد 10 تلاقي ان نتائج الحاجات اللي انت عملتها زمان بتاثر فيك. احيانا ممكن اكون، ودي بتحصل، ان مثلا ممكن اكون اديت تدريب من 5 6 7 8 سنين، والتدريب ده انا ناسيه، فتلاقي حد جه بقى في مكان معين يقول لك ده انا حضرت معاك، وتلاقي ان هو بيساعدك في حاجه على الرغم ان انت ده من 7 سنين او 8 سنين، فهو جاي النهارده بيساعدك، فسبحان الله تحس ان هو بيرد لك الحاجه اللي انت عملتها زمان. سبت اثر بالظبط، واللي هو احلى حاجه في الدنيا، اللي انت تبقى ماشي دايما سيرتك طيبه، اثرت في الشخص اللي قدامك، فهو دايما بيتمنى يشوفك عشان يخدمك، مع انك ما عملتش حاجه غير دورك يعني. بالظبط. من وجهه نظرك كده، الناس اللي بتفكر كتير قوي قبل ما تبدا اي حاجه دي، ده ذكاء ولا ده وجع دماغ؟ يعني لو لا لازم احسبها اي حاجه فكر فيها بالورقه والقلم، لو اي حاجه فكرت فيها مش هتعملها. صح يعني والله صح. مش معنى ده انت ما تخططش عشان بس يعني التخطيط كحلو، بس لو انت كل حاجه هتقعد تحسبها في الغالب احنا مش هنعمل اي حاجه، لان دايما هنقف عند حته معينه. زي ما قلت لك ان انا كنت زمان عشان انا ما كنتش بحسبها، فكنت بخش عمرو يلا تعالى نسجل، يلا نسجل، اروح اسجل، وما كانش عندي اي تخوفات من التسجيلات. يعني انا فاكر ان انا مسجل مع مؤسسات قويه جدا وكبيره جدا في مصر، برامج وكورسات وحاجات كتير جدا. النهارده لما بيجي انا عشان اقعد احسبها طب هطلع اسجل ولا مش هسجل وبتاع، فمثلا سنه زي النهارده انا مش مسجل فيها غير كورس واحد. السنه اللي فاتت مثلا ما سجلتش اي حاجه، السنه اللي قبلها سجلت كورس. فكره ان النهارده عشان انت بتقعد تحسب كتير، طب هقول ايه ومش هقول ايه، طب هل الموضوع ده مناسب ولا مش موضوع مناسب، طب مش عارف ايه، فالنهارده بقت خلتني ان انا ممكن ان انا يكون عندي حاجات اكتر من اللي انا بعملها 10 مرات 20 مره، بس النهارده انا لا بلاش. ففكره ان الحسابات حلوه، ولكن ما تبقاش هي اللي بتكنترول عليك، ما تبقاش هي اللي بتشدك، هي اللي بتسحبك ان انت تعمل حاجات. بكونك قابلت ناس كتير قوي في حياتك في ملف التدريب بالاخص، يعني احكي لي عن شخص واحد قابلته، يمكن يكون حكى لك، يمكن تكون انت شفت بعينك عنه ان هو كان خايف يبدا، ولما بدا وصل لايه. اكيد قابلت حد زي ده. ودي بتحصل كتير جدا في الستارت ابس او في حاجات رياده الاعمال او في الجزء حتى بتاع الاس ام ايز. انا بشتغل في انترناشونال ان جي او، مؤسسه اسمها المعهد الاوروبي للتعاون والتنميه. احنا بنشتغل في القاهره، بنشتغل في اسيوط، فجزء من شغلنا ان احنا بنمكن السيدات او كمان الرجاله، بس اغلب شغلنا على السيدات اكتر. فبتيجي كان عندنا ايمان دي كانت هي عندها شويه هوايه كده ان هي بتحب تعمل حاجات بالشنط الدك. النهارده ايمان ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، بعد ما حضرت التدريبات ايمان النهارده بقى عندها ورشه بتاعتها، بقى عندها مكان تصوير طباعه بتاعها، بقى عندها خياطه، بقت ايمان بتتعامل مع مؤسسات. انا لسه جايب من عند ايمان 150 شنطه عشان اديتها جيف اويز للضيوف كانوا جايين لي من بره مصر، اديتها لمدير المؤسسه. انت كنت حاسس ان ايمان في الاول مش خايفه نبدا، احنا بس بنجرب حاجه، يعني مش ده مش مشروع قوي، احنا بس كده بنجرب حاجه على جنب. اسمه المشروع بتاعها؟ لا مش فاكر اسمه ايه. احنا فخورين بيك يا عم. قبل اي حاجه. ايمان النهارده ما شاء الله بقت، يعني انا فاكر ان انا في السيمينار الاخير اللي كنا عاملينه للمينا ريجن، فلما اديت الهدايا للناس، الناس كانت مبهوره من الشنطه، بكواليتي الشنطه، بتقفلها، بالحاجه بتاعتها. فكره ايمان في زيها كتير قوي سكسس ستوري عندنا كانوا خايفين يبداوا، كانت خايفه ان هي تاخد اي خطوه. النهارده لا ما شاء الله بقى في منهم اللي عنده مشاريع وبقت شغاله وبقى بيخش لهم دخل كويس جدا، وفي اللي بدا ولاده بداوا من مدارس حكومه بداوا في مدارس خاصه، وبداوا ان هم بدل ما هي بتشتغل لوحدها بقى معاها ناس بتشتغل معاها. فعندنا قصص كتير قوي بالمنظر ده. موضوع مبهج. عارف فكره ان انت تشتغل في حاجه بتقابل فيها اشخاص كتير، يمكن عشان احنا اشتغلنا فتره كبيره في ملفات كنا بنسافر مناطق ودول لما بيبقى ليك صاحب في كل منطقه، لما بيبقى ليك ناس في كل منطقه، دي بيبقى شعور كبير قوي اللي انت لما بتشوفهم بينجحوا، فانت عارف القصه
من الاول. فانت زي ما انت بتحكي دلوقتي كده انت حاضر معاها من اول لسه كلمه بنبداها لنا النهارده، ما شاء الله انت بتستعين بالحاجه بتاعتها في حاجات انت بتحتاجها بشكل يومي، او في حاجه للناس انت شايف ان هم على كواليتي عالي قوي فانت محتاج تديلهم الحاجه دي. طيب احنا بنقفل الحلقه، بس في حاجه عايز نتكلم فيها قبل ما نقفل الحلقه. عايزك توجه نصيحه، يعني براحتك اتكلم براحتك خالص، لحد من الناس اللي بتشوفنا لسه عايز يبدا، تقول له ايه؟ يعني قول له كده، عارف انت، يلا فوق. ده اكتر سؤال بيتسالي مؤخرا وانا بجاوب نفس فوق، الاجابه يلا. تقريبا شبه ثابته. يمكن دايما انا بتسال دايما السؤال بتاع ادي نصيحه. فكره ان تاني هي احنا مطلوب مننا السعي، مش مطلوب مننا اي حاجه، ودي اكتر جمله انا دايما باكد عليها في مقابلاتي، في محاضراتي، في اي حاجه، احنا مطلوب مننا السعي. ودايما انا بقولها للناس، مع السعي محتاج تبقى صنايعي، ما تبقاش شبه الناس اللي موجودة، تبقى شاطر في حاجة وتكمل فيها، تركز فيها، تشتغل نفسك فيها، تطور نفسك فيها لحد ما تبقى صنايعي. كلمة صنايعي دي كلمة انا بشوف ان ممكن دكتور، بس الدكتور صنايعي. في دكتور كده انت اول ما بتخش له يقول لك انت عندك كذا، ده بيعمل كذا. يعني انا في مثلا انا عندي مشكلة في ظهري بقى لها حقبة من الزمن، فكل دكتور طب يلا نعمل اشعة، طب يلا نعمل كذا، طب نعمل كذا. في دكتور رحت له انا فاكر كويس جدا اول ما شافني فقال لي طب اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. فقلت له انا عندي مشكله، طب محتاج نعمل اشعه؟ قال لي لا مش محتاج، انت عندك مشكله، انت ظهرك فيه كذا ومحتاج تعمل كذا 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 ومحتاج حاجات بسيطه. طب محتاج اعمل علاج طبيعي؟ قال لي لا مش للدرجه دي، لو الموضوع بقى اصعب ممكن نعمل ده. فكره هو هنا صنايعي، هو هنا بمجرد مش محتاج بقى رغي كتير ولا حاجات كتير. فكرة، ودي دايما نصيحتي للشباب، خليك صنايعي، خليك شاطر في حاجة، اشتغل عليها قوي، ركز فيها قوي، خليك معلم في الحتة ديت لحد ما تبقى شاطر قوي لدرجة ان هو اسمك مرتبط بالحتة دي. فدي دايما نصيحتي، ابدأ، جرب، حاول، اتعلمها صح. عبقري يا عم. دي اخر حاجة ممكن اقولها. عبقري والله، عبقري، وانا بعتز بيه من زمان قوي، يعني من وانا صغير حضرت له كذا ورشه، انا حضرتهم وانا صغير قوي، يعني انا لفيت معاهم، رحت شرم الشيخ، بعد كده رحنا الغردقه، لا رحنا مع بعض حتت كتير قوي. كنت دايما بشوف في الجيل الاكبر، في بالاخص في العمل المجتمعي، ان هم كانوا دايما عايزين حاجه كبيره قوي لبلدنا يعني. وانا بعتز قوي بوجودك معانا النهارده. احنا في هاشم بيقول لك فكرتها ان احنا هاشم ما يتكلمش يعني. الفكره اكبر ان الضيف يوصل معلومه ممكن تفيد. عارف انا والله لو اللي شاف اللي احنا عملناه ده كله فرد واحد انا هبقى سعيد جدا. يعني خليني يعني انت لما كلمتني انا انبسطت جدا ان انت قلت لي اول حلقه ممكن لازم ابدا بيك طبعا. ده رجعني من 8 سنين او حاجه، لما قررت انا وانت واحنا قاعدين مع بعض ان انا افتح لايف على الفيسبوك ونتكلم. كنت انت اياميها في ثانويه عامه حتى لسه، فكنا بنتكلم، انت كنت بتتكلم عن الجزء بتاع ثانويه عامه، فده حمسني جدا ان انا اكون معاك النهارده في النسخه الاكبر بقى. الاكبر بقى وبتمنى لك التوفيق، واحنا مستنيين كمان هاشم يقول لنا من خبراته، من الحاجات اللي مر بيها. هاشم على الرغم من سنه صغير بس هو مر بحاجات كتير قوي، فبالعكس يعني حتى الاضافات اللي انت بتقولها حلوه جدا. فشكرا ان انا كنت معاك النهارده، ومبسوط ان انا كنت معاك في اول حلقه، وبتمنى البرنامج ده يبقى مواسم بقى بعد كده باذن الله. يعني بنتمنى ان شاء الله. انا مبسوط قوي ان انت كنت موجود معايا النهارده. فهاشم بيقول لك الفكره كلها مش ان انت تستنى او ان انت تقف مكانك. الفكره كلها انت ابدا. احنا لو ما كناش بدانا ما كناش زماننا موجودين النهارده. ما تخافش هيحصل ايه، الناس هتقول كومنتات، انا واثق في ناس هتستفاد من اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. فابدا واتبسط وحس وافتخر باللي انت بتعمله، هتلاقي ربنا هيكرمك في حاجات كتير قوي. انا هاشم ابراهيم، وده برنامج هاشم بيقول لك.